مع السلامة. الإعدادات اللي بنعملها كل مرة مفيش أي فايدة خالص. أيوة شكرا. مش عارف. تمام مفيش مشكلة. كل مرة ندخل نفس الحوارات رهيبة. مش مشكلة، وما أعتقدش إن لو في حد صاحي مش عارفة أقفل التعليق. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا، وبالتالي يعني احنا هنطول بصراحة. يعني خلينا نتكلم للأمانة إن احنا هنطول. هحاول النهاردة اللي احنا يعني أنا أتكلم معاكم في النقط المهمة اللي بتواجهنا أغلبنا يعني في الموضوع ده، وإيه هي الحلول بتاعتها بشكل بسيط، وإيه هي الحاجات الوقائية اللي نشتغل عليها وناخد بالنا منها قبل ما نقع في الموضوع أصلا، أو لو إحنا وقعنا في الموضوع إزاي إن إحنا نبدأ نطلع منه واحدة واحدة. لأن إحنا أي حاجة بنمر بيها ما بنوقعش فيها مرة واحدة، هي بتبقى تدريجيا. فبالتالي برضو لما هاجي أطلع مش هطلع منها مرة واحدة، لأني أكيد هنتكس. يعني ده موضوع طبيعي يعني بالنسبة للناس اللي بيبقى دايما عندها قلق كبير في النقطة دي. أوكي طيب، إحنا النهاردة الموضوع بتاعنا قوي جدا وتقيل شوية، فلو ما قلتليش ببتسم كتير في نص الموضوع، عشان أنا كمان بسجل في وقت أصلا أمي لا إله إلا الله نايمة، فلقيت إن دي فرصة هايلة بحيث إن إحنا مش حاطين المايك زي ما إحنا قلنا كله راح الحمد لله. فهحاول إن أنا معليش صوتي أوي. إحنا هنتكلم النهاردة عن المسؤولية الدينية والروحية مع المسؤولية الفكرية. أنا كنت حابة إن كل نوع من أنواع المسؤولية يكون في فيديو لوحده، بس حسيت إن أنا ممكن أطول قوي في الأجزاء بتاعة السلسلة وعدد أيامها في التطبيق، وإن أنا ممكن لو اتكلمت عن كل نوع لوحده هياخد هو لوحده أصلا ساعة، وطبعا مفيش حد هيتفرج على الكلام ده. فإحنا هنحاول ندخل في صلب الموضوع. فالنهاردة بأمر الله هنبدأ أول حاجة عن المسؤولية الدينية والروحية. في جزء كنت حابة إن أنا يعني أنوه عنه للناس اللي هي وقعت في الفخ بتاع الاكتئاب، أو الناس اللي ممكن تقع في الفخ بتاع الاكتئاب. في مثلث بسيط لو احنا حطيناه قدامنا أغلب الوقت، عملناه على ورقة فضل موجود، أو حطيناه خلفية على التليفون كان قدامنا طول الوقت، يعني هيساعدنا إن احنا منقعش في النقطة. لأني أنا من وجهة نظري أنا الشخصية بقسم اللي هو الاكتئاب لاتنين نوع. في اكتئاب بيكون اللي هو اللي ليه علاقة بالعقل، بيكون فيه مشكلة في هرمونات المخ أو المواد المسؤولة عن إن الإنسان يكون في حالة اتزان، مش إنه سعادة وفرحة بيتنطط، بس على الأقل عايش عادي، عايش حياته زي باقي الناس عادي، فقادر إن هو يتقبل الأمور، أو على الأقل بيتفاعل معاها، حاسس بحاجة، مش وصل لمرحلة إن هو عايش بس ميت. يعني ده بيبقى شعور مؤلم جدا يعني. وفي اللي هو الاكتئاب النفسي، وده اللي أنا أقصده، اللي هو أنت بتحس إن أنت دخلت في دوامة من السواد ما بتخلصش، كل يوم الدايرة بتاعتها بتكبر وبتوسع وبتزيد، وبتسحبك لتحت. فدي حاجة بتكون يعني مؤلمة جدا بصراحة، وبتأثر بقى مع كده يعني على الجسم، وبتأثر على الهرمونات، وبتأثر على الحياة، والموضوع بيوصل منه. ففي حاجات بتؤدي إن احنا نوصل للمرحلة دي واحنا مبنبقاش واخدين بالنا، والمسؤولية الدينية اللي احنا هنتكلم عليها هتوضحها أكتر الجزء التاني اللي هيكون بتاع الفيديو المسؤولية الفكرية. فاحنا الفيديو النهاردة معانا برضو زي الفيديو اللي فات هيكون مقسوم لنصين، علشان يعني وتيرة الحياة السريعة اللي احنا فيها، والناس اللي بتتخانق، والناس اللي بتحب تجمع. وانا من شدة الموضوع والله قعدت يومين يعني مش عارفة اكتب ايه عشان اقول اصلا،
بس هو يعني بصراحة هو إلهام وكرم من عند ربنا. احنا لو جينا كده رسمنا مثلث تمام، وحطينا على راس المثلث الدين، وجينا في الجنب كده حطينا الروح، وجينا في الجنب الناحية التانية حطينا النفس، هيبقى عندنا كده الثلاث نقط اللي بيشكلوا المثلث بتاعنا، اللي بيؤدي إلى الفخ بتاع الاكتئاب النفسي اللي هو بيجي من هنا. تمام، مش الاكتئاب اللي ليه علاقة بالعقل، مش حاجة ممكن مثلا تبدأ بصدمة حقيقية على أرض الواقع، أو صاحبة استقبال على أي هيئة صدمة، أو فكرة وسواسية قهرية، أو مشكلة عندي في حاجة فعلا يعني في الوظائف الحيوية اللي عندي، في الهرمونات، في مستوى الاستشعار عندي، وأقول لا أصل ده أنا نفسي، ده احنا كده هنا ده الجزء ده عقلي. عشان كده بنروح لدكتور طبيب مختص، بنحكي له على الحاجة وبيكتب لنا على الدواء المناسب لينا بالجرعات المناسبة. ده فعلا الطبيب شخص اللي احنا عندنا اكتئاب. والاكتئاب أصلا يعني كان اللي هو العقلي في منه أنواع، كانت ناس كتير قوي كانت بتتكلم على موضوع الاكتئاب الخفي، على أساس في ناس بتبقى شايفة إن هي مكتئبة، وفي ناس بيبقوا اللي حواليها شايفين إن هي مكتئبة، ولكن هو بيكون بيمر بمراحل حزن شديدة، مراحل فقد، مراحل خسارة. ده طبيعي بيحصل لما تسيب شغلك، يحصل الطلاق، يتوفى حد مثلا من الأطفال أو من الأب والأم، خسرت تجارة بالملايين. طبيعي يعني هقع على الأرض شوف أنا مش يعني ما تقومليش قومة. تمام، وفي ناس بتشوف إن دي خلاص نهاية الدنيا. فأنا بتكلم على الحاجات اللي بقت موجودة، الاكتئاب النفسي ده اللي بقت موجودة في حياتنا كل يوم بنشوفها وبنتعامل وبنتفاعل معاها، واحنا مش واخدين بالنا ان دي في النهاية يعني تدريجيا واحدة واحدة هتوصل. فاحنا اتكلمنا على ان راس المثلث من فوق هي النقطة بتاعة الدين، وانا اقصد هنا ليه ممكن تكتبها ان هي دينك، روحك، نفسك. إني هنا لما بندخل في النقطة الأساسية اللي هي راس المثلث، نبدأ في الفكرة بتاعة الذنوب والمعاصي بشكل تدريجي بسيط تافه هايف صغير منمنم قد كده. أنا شايف إن هو مفيهوش أي مشكلة، هي دي بقى المشكلة، اللي هو يشوف صغير عادي مش أي حاجة، أو إن الموضوع تافه. إن شاء الله ربنا هيهديني. لا عادي، احنا بنتفرج على فيديوهات وبنضحك وبنهزر، مفيش أي حاجة. ما الناس كلها بتعمل كده، ما جاتش عليا. لا انتم محبكينها، الموضوع مش مثلا متشددين او خانقين الناس، لا دي مفيش حاجة بسيطة، حتة في حتة في حتة في حتة في حتة، فبتعمل يعني هالة سودة أو دايرة سودة على حياتك كلها أو على حياتك كلها. مش هو مش بيبقى ذنب واحد، مش تبقى معصية واحدة، هي تكرارها أو والاستهوان بيها والاستمرار عليها والتركيز وحاجات كتير قوي بتبتدي تخلي الإنسان خلاص. بعد كده بتروح في الطريق ده بيبقى صعب قوي في الجهد النفسي يعني والبدني والعقلي والروحي بصراحة على كل المستويات اللي انت ترجع منه. ولو لسه في حاجة يعني بتشك عندك أو بتبقى تايه وترجع تصحى وتتوه وترجع تصحى، لأن ده الطبيعة في الدنيا. طول ما انت إنسان مش معتصم بالله، مش ماسك في حباله، هتوه في بحر الدنيا. لو حبينا يعني نوصفها كبحر، يعني ليها أوصاف كتير أوي. دي النقطة الأولانية. تمام، النقطة التانية هنتكلم فيها عن النفس. كنا لسه بنتكلم عن بحر الدنيا، إن هي أصلا لوحدها إن هي عاملة شبه لعبة المتاهة. انت في الأول بتبقى محتاج حاجة بتحققها، بعد كده بتكتشف انت محتاج حاجة تانية فبتحققها، بعد كده بتكتشف ان الفلوس اللي انت عملتها محتاج تصرفها فبتحققها. بتيجي مراتك وعيالك ياخدوا كل حاجة فبتطلقها وترمي العيال، أو العكس يعني لو هي برضه بالنسبة لها الموضوع مش تمام، عشان احنا مش بنهاجم حد معين. وبعدين تحس ان انت لا، مش ده المبلغ اللي انت كنت عايزه، فتسافر فيجيلك
اكتئاب أو انفصام في الشخصية من الوحدة والمرار الطافح اللي بتلاقيه هناك، فبتحس إن بلدك والله كانت أحلى رغم كل القرف، فترجع لها فتاخد على دماغك مش عارف في مشروع مع واحد صاحبك، دخلت بينكم الفلوس خسرتوا بعض، كل هذه التفاصيل تلاقي فيها ايه بقى؟ توهان 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 توهان. طب ما ده انا مش فاهمه حاجه وانا مش عارف ايه اللي بيحصل، وبطلع من حوار واخش في حوار تاني واخلص ده افتكر ده كان الهدف في حياتي وهكذا. بين بقى ده وده الروح، فالدنيا بتدي هذا التوهان مع الذنوب والمعاصي اللي احنا واعيين ليها وعارفينها كبيرة ولا صغيرة، بنستهون بيها ولا خايفين منها، بنحاول نبطلها ولا شايفين ان هي مش للدرجة دي، يعني مش دي اللي هتخلينا نولع هناك. الاتنين بيدوا ضلمة شديدة جدا، فالروح بتتوه وتتخنق ومع مرور الوقت متبقاش شايفة قدامها. لما بتحب ترجع تاني او لما بيريد ربنا ان انت تفوق من اللي انت كنت فيه، روحك ما بتبقاش شايفة، فبنبقى عايزين وقت طويل وجهد عالي ان احنا ننظف عشان نشوف اصلا قدامنا، واحنا ما عملناش الجهد ده قبل الضلمة دي. فتخيل انت في الضلمة دي مطلوب منك تعمل الجهد ده، وفي الغالب بنسبة كبيرة وربنا يحفظنا كلنا بنبقى وصلنا لمرحلة ان هو مفيش وقت. يعني مفيش وقت، هي يعني اكبر كذبة في الدنيا وبيتروج لها كتير قوي، اللي هو انت ايه قدامك العمر كله يعني. انت مقدر انا مكتوب لي اموت في الثلاثينات مثلا 32 35 سنة، متخيلة في العشرينات. طب ايه فانا قدامي مثلا 5 7 سنين كل ده مجازا، انا بهبط دلوقتي، انا بهبط اوكي، بندي مثال توضيحي، قدامي 5 7 سنين عشان اتوب في حاجات مثلا ممكن يكون ايه دخلنا في ذنوب مثلا من 15 سنة ولا حاجة. طب قدر كتير منها حاجة جديدة جدا وانا افتكرتها اني صغيرة، قدر كانت حاجة من الكبائر وانا معرفش، قدر انا دوست على حد في السكة والشخص ده لازم يسامحني، ههبب ايدي بقى، هرجع ازاي اصلا بعد اللي انا عملته اقول له انا اسف او اقول لها انا اسف؟ بس هي دي الحتة اللي كنت محتاجة انوه عنها في الاول، لاني بتوقع في مكان ملوش اي لازمه ان احنا ندخل فيه، وبيبقى صعب جدا ان احنا نطلع منه، وبيبقى مطلوب مننا جهد عالي قوي علشان نطلع منه، واحنا ما عملناش ده واحنا شباب وصغيرين وكان عندنا الوقت او نقدر نقول فراغ الى حد ما عشان اعمله وانا ناضج وبالغ عاقل كبير مسؤول اعول اسره، وعندي الاسره بتاعت بابا وماما اللي انا جايه منها، والاسره اللي انا كونتها بتاعت مراتي وعيالي او بتاعت جوزي وعيالي، عشان ما يبانش ان انا مش قصدي والله بتكلم سيرة المذاكرة عامة، مش حلوة يعني، انتبهوا لي. تمام. هندخل على النقطة بقى الأساسية اللي احنا حابين نتكلم فيها عن المسؤولية الدينية. المسؤولية الدينية نوع من أنواع المسؤولية اللي واجبة علينا، والمفروض اللي احنا بنكون شلناها يعني من سن صغير أو اتدربنا عليها من سن صغير، والمفروض ان احنا نكون شفناها في بيتنا، شفناها على بابا وماما في سلوكياتهم وافعالهم وكلامهم ونبرة صوتهم واخلاقهم مع بعض واخلاقهم مع جدودنا ومع قرايبنا ومع جيراننا ومع زمايلهم في الشغل لو ماما كانت بتشتغل. فيعني لو مش موجود واحنا في فترة العشرينات او الثلاثينات، اهلا بيك الحمد لله على السلامة، اهلا بيك الحمد لله على السلامة. يبان ان احنا متأخرين بس طالما خبطنا في الجبل الجليدي واحنا في هذا المحيط اللي احنا تايهين فيه بنعوم فيه بقارب قد كده مش واخد رجلينا الاتنين اصلا عشان يبقى معانا شريك في الرحلة، فالحمد لله اللي احنا خبطنا عشان نقف ونشوف ايه اللي ورا. يعني يعني اما نفوق هنا احسن من نفوق هناك، يعني انت حتى لو فوقت هناك وندمت فخلاص ده خلاص هو الحكم نفذ. طيب فالنقطة المهمة اللي احنا محتاجين نتكلم عنها في الموضوع ده الصلاة وقراءة القرآن، الورد، الأذكار،
المعاملات اليومية، الهدوم اللي احنا بنلبسها كل يوم، الأخلاق، وأهم يعني آخر نقطة والمهمة فيهم التفقه أو العلم أو التدبر أو القراية في الدين، تبقى فاهم معنى اللي انت بتقراه، لما تفهمه تطبقه بالنسبة لك حاجة فيها جهاد في النفس شوية. فهنبتدي نشوف ان احنا ازاي هنبدأ بالحاجة الصغيرة عشان نكبرها واحدة واحدة لحد ما تبقى عادة، والعادة تتحول لسلوك، والسلوك يبقى معتقد يعني يجمد هنا عندنا، فتبقى برمجة كاملة فاثبت عليها بعقيدة إيمانية حقيقية من جوايا. ويجي عليا اليوم اللي إن شاء الله إني أكون فيه أسرة، أو ربنا يرحمك وتروح خفيف خفيف، لأنها بصراحة مسؤولية ما من ربنا. فتعلمها لولادك، ولاد أخوك، ولاد أختك، أي حد من قرايبكم مفيش مشكلة يعني، ما طفل في الشارع، حد من جيرانكم باباه توفى، يعني الخير يعني مفيش، بلاش النمطية يعني، فاهم؟ كلنا والله لينا دور اجتماعي عن بعض على بعض، وإن شاء الله يعني ربنا يقويني. ده لو افتكرت، مش الموضوع ده يعني فيه كلمتين محشورين في زوري عايزة أقولهم بصراحة، بس يعني المفروض ده يبقى فيديو لوحده يعني، مش ده بالموضوع الحالي. فدي النقطة دي مهمة. هنتكلم طبعا في أول حاجة وأهم حاجة وأكبر حاجة، ومشكلة الجيل الحالي والسابق واللاحق، الصلاة. تمام. احنا يعني أغلبنا ما عندنا مشكلة في الصلاة، سواء ما بنصليش خالص، بنقطع، بنتأخر، بنتشغل، بنكسل، بنتلهي، أو نفرين منها أصلا. تمام. الأخيرة دي مش هتكلم فيها خالص يعني، أنا آسفة معلش، كل واحد بيبقى ليه حدود في شغله بيحطها، سواء أخلاقيات المهنة أو اللي بتحتم عليه المهنة أو أخلاقياته هو. فأنا دي بتاعتي أنا، مش هتكلم في الجزئية دي. أنا هنتكلم في الحاجات اللي الخفيفة. احنا اتفقنا إن الجزء ده من السلسلة إيه؟ الله ينور عليك، اللي فوق الوش، اللي تحت ده بقى يعني إن شاء الله في الجلسات كده بينا وبين بعضينا، عشان في كلام ما بيتقالش على الملأ يعني ممكن يسبب فتنة الناس تانية. صاحب المشكلة ده حوار تاني. طيب، احنا بنبقى محتاجين نحدد صلب الموضوع، اللي احنا اصلا ايه مشكلتنا مع الصلاة. احنا ما بنصليش يعني، المفروض دي حاجة احنا بنبقى عارفينها، لكن ده مش سؤال هنسأله يعني، دي إجابة لحاجة ما بتتسألش. هي احنا ما بنصليش، أنا عارفة أنا ما بصليش. طيب يعني ما بصليش ليه؟ يعني دي نقطة فيصلية جوهرية محورية مهمة جدا. أنا لازم أبقى عارف أنا ليه ما بصليش، أو إيه هي الحاجة اللي منعاني عن اللي أنا أصلي. فلنفترض إن الإجابة طلعت الكسل. طبعا الورقة والقلم الجمال الحلوين بتاعتنا يعني، بنتناقش مع بعضينا، بنتكلم كأنك بتتكلم طفل كده صغير عايز تعلمه حاجة صالحة للحياة وهي فريضة عليه في الدين، ولكن بتراعي صغر سن. تمام. احنا مش هنكلم الشخص اللي عنده 25 أو 35 سنة، هنكلم الطفل الصغير. تمام. اللي هو ايه، احنا لسه بنعود، بنبدأ من أول جديد. فنفترض إن هي الكسل، فنشوف إن الكسل أصلا بتكون الصلاة نفسها، ولا فكرة الهدوء. يعني في الغالب هي بتيجي من نقطة إن هو والله يا سلام لسه هقوم أتوضى، أو المسلسل شدت انتباهي، أو الماتش لما يخلص، طب الدور ده لو احنا قاعدين، الحاجات اللي بيلعبوها على القهوة عشان أنا مش فاكرة دلوقتي، كوباية الشاي، أي حوار، شوية اللب، أي حاجة، مكرونة بشاميل، الجوع ملوش كبير. فبتبقى مشكلة اللي هي حاجة بتجيب حاجة فما بنخلصش. يعني والله أعلم، هذا اعتقاد شخصي برضو بالمرة التانية، إن أنا بشوف إن هي الأغلبية في الدايرة دي، هي ده الجزء اللي إحنا إيه بنلف في الحتة دي، الكسل، مع إن أنت مكبر، مع إن إحنا كنا لسه بنقول برضو من شوية إن هو مش هيفهمني إن شاء الله وربنا يهديني، وإن أنا لسه صغير والعمر قدامي، ولا والله وهتوب يعني مش غرب، إحنا عارفين الدنيا، فمش هنلوك الكلام اللي كان في قبل كده. هنا نبقى لو هناخدها بالورقة والقلم، احنا عندنا دايرة هنكتب فيها الصلاة، هنكتب ايه هي أسباب إن أنا ما بصليش، 1 2 3 4 5 6. خليك صريح مع نفسك، ولو في حاجات كده فيها كلكات كبيرة مع بعض في الجلسات، مفيش حاجات فيها كلكات كبيرة فهتلاقي الإجابة هنا إن شاء الله. تمام.
فمنها مثلا الكسل، أو والله إن أنا بحس إن هي تقيلة على قلبي. بس أنا في الغالب دايما بتبقى مشكلتي في الوضوء، بتبقى إن أنا دايما مش على وضوء فبكسل إن أنا أخش أتوضى. أو إن أنا دايما بكون مشغول عنها في حاجة تانية. وقت مثلا شغلي ما بيسمحش، أو أحس إن أنا مش حاسس. يعني ممكن تكون أنت الوحيد مثلا هتلتزم، أو أنت حابب إن أنت تصلي الظهر أو العصر في الوقت بتاع الشغل، فمفيش حد من صحابك بيقوم يشجعك. ممكن تكون الفكرة بالنسبة لك أصلا في عدم التشجيع، أو مفيش صحبة صالحة أساسا. ده بيبقى حوار أنيل من الحوار الأساسي، فبيدخلنا في حتة أغمق أكتر. ده اللي أنا كنت أقصده بقى بالفخ اللي احنا اتكلمنا فيه في الأول. فكل دي بناخد الأسباب دي، والسهم اللي جنبه بنبتدي نحلل إيه هي مسببات الأسباب. بمعنى كان هو الكسل، أنا كسلان ليه؟ هل أنا فعلا في حاجة يعني مانعة، في حاجة مأخرة، في حاجة مأجلة، في حاجة واخدة يعني تفكيري، انتباهي، تشتيتي، كل هذه الأمور؟ ولا اللي هو هروب، يعني الغرض من السلسلة جزء من عدم تحمل المسؤولية؟ وأنهي نوع من أنواع المسؤولية وليه؟ يعني بهرب منه ليه؟ يعني مثلا شايف إن هي حاجة مثلا تخنق، أو إن هي حاجة وحشة. لو أنا شايف دي هنا، ومن نتكلم عن المسؤولية المالية هنعمل إيه؟ لسه في كفتة جاية قدام إن شاء الله، إن شاء الله هتنبسطوا معانا بإذن الله. لو فضلتوا مكملين وأنا أشك أصلا. هنبتدي نفنط الأسباب. يعني السؤال التاني مسببات الأسباب، اللي احنا نبتدي نفنط الأسباب. ليه في كسل؟ أو ليه هي تقيلة على قلبي؟ أو ليه أنا بنشغل بيها عن حاجة تانية؟ ليه هي مش محببة بالنسبة لي؟ لو بدأنا نرجع بالفيدباك لورا، فدي هتبقى حاجة كويسة جدا. جبنا مثلا الطفولة والمراهقة، هل كنا بنشوف حد مثلا بيأجل؟ هل البيت عندنا ما كانش مهتم بيها أصلا؟ هل كنت بشوف مثلا يعني بابا بيعمل كده وبيكذب على التليفون مثلا وعمه مش موجود، أو بيدعي إن هو مريض عشان ميروحش الشغل؟ هل كنت بشوف ماما وهي بتنم مع خالاته فشايفة مثلا إن الموضوع ما بتنهيش؟ يعني هو فين بقى بيقولوا لنا اللي فاهم؟ وانت صغير كده في حاجات بتاخدها تيجي تربطها بأرض الواقع، تلاقي الاتنين متناقضين تماما، فيجيلك خلل من قبل ما تفهم حاجة عن الحياة أصلا. طبيعي بتحصل. احنا جايين بقى هنا عشان ايه؟ نرتب الدنيا دي مع بعض. تمام؟ طيب، هنكتب في السؤال التاني أو تاني سهم مسببات الأسباب أو تحليل الأسباب عشان نعرف المشكلة فين. عرفنا، جميل جدا. تخش بقى على الحل. هنبدأ بالتحفيز. ايه الحاجات اللي هتبقى حلوة بالنسبة لي تشوفني ان انا احفز نفسي على الصلاة؟ انا مثلا في طقم معين بصلي بيه، السجادة مثلا ألوانات فاتحة بتساعدني. هعمل ركن ليا في الأوضة. لو أنا يعني بنت في ليا مكان مخصص بصلي فيه. أو لو أنا شاب فدي فرصة حلوة جدا إن أنت تروح تصلي في المسجد. في مسجد قريب جنب البيت، تبقى حاجة حلوة جدا. لو صاحبك جارك فبتنزلوا مع بعض، فلو انت كسلت هو يقول لك يلا، لو هو تنح انت تقول له لا عيب يلا. فاهم؟ وان يكون في حاجة حلوة اقدمها لنفسي كمكافأة لطيفة لذيذة. احنا قلنا من حاجة الطفل من 7 سنين فيما فوق، مش الراجل اللي عنده 25 35 سنة. آخر اليوم مثلا أشوف حاجة لطيفة أنا بحبها أكافئ بيها نفسي، بعيدا عن السكريات والكافيين والأكل. عشان الناس اللي بتكافئ نفسها بالأكل دي مبقاش عندي شعر عشان أشده. من الآخر ليفل التساقط عندنا وصل للسقف، فنرحم بعضينا شوية. والضغط بقى بيعلى، تقريبا كبرت في السن مش عارفة في ايه. المهم أكافئ بيها نفسي آخر اليوم بعيدا عن الأكل. يا ريت نحاول نتعلم نبطل إن احنا نكافئ نفسنا بالأكل والسكر والكافيين والشوكولاتة وكل الحاجات اللي بتودي في 60 داهية. تمام؟ عشان بقت في أعراض بتيجي للناس في ال30 كنت بشوفها في ال50 وال60. وكمان حبي واحترامي للناس اللي في ال50 وال60. عشان عارفة هتهزق بعد الفيديو ده. إن أنا تميت اليوم ال5 صلوات، ففي آخر اليوم بكافئ نفسي يعني إني النهاردة عدى أنا صلينا ال5. بالنسبة للنقطة اللي احنا كنا جايين منها، النقطة اللي احنا وصلنا لها أو إن احنا بنسعى إن احنا نوصل لها، فدي حاجة تستحق المكافأة جدا 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 جدا. إن أنا يعني عتقت نفسي من حاجة بنيلة ب60 نيلة لما هنروح هناك. وفي نفس ذات الوقت أنا بعمل فرض
هو عليا وأنا مسؤول، أنا بتحمل المسؤولية أهو، بعملها، بشتغل عليها، بقوم من مكاني، بتحرك، بعمل فعل، بشتغل على مشاعري وسلوكياتي. وش طبعا في البداية هيبقى في تحفيز، بعد كده الدنيا هتنزل، بعد كده نبتدي نكبر تاني، نرجع تاني للقعدة والرخامة. عشان كده لو في صحبة يبقى الموضوع حلو. في البيت ماما مثلا مع اخواتي البنات، بابا بيئم بينا، نحس الموضوع جوانا، لان حتى طبعا جوه البيت اكيد بيبقى باين ومعروف ان فلان او فلان ما بتصليش، فانا اتناقش هو يا جماعه والله انا بحاول في اساعدكم، ايه رايكم يعني مثلا نصلي الفجر يا جماعه مع بعض، ايه طب العصر وهو بيرجع الشغل على المغرب، يعني انتوا اضرب بيتكم فنظبط المواعيد مع بعض. تمام. والتحفيز مع الاستمراريه في ان انا اعرف اكتر عن الصلاه، ايه فوائدها، فضلها، ضروريتها، ليه اصلا اتفرضت، وايه الحلو اللي فيها، وايه الوحش لو انا بعيد عنها. ولأي حد بيبقى مبطل او مقطع او بعيد اكيد عارف كويس قوي ايه الوحش بعيد عنها. مش هندور على بعضينا، لا مجال للكذب في مساحة سمو الوقت، لست انا هذا الشخص. آم، وان انا احاول اخلق شعور طيب بعد ما تبقى كل المشاعر السلبية طلعت، بتاعة الملل والكسل والزهق والتقل واللي هو ماشي بعدين، والتأجيل والتسويف والتكبير والتجميح وكل هذه الحاجات، والطاقة السلبية الرهيب واللي بتيجي وقت الصلاة، وعينيك اللي بيعملوا كده، ودماغك لما بتسقط، كل الأعراض الحلوة المنتنة المعفنة اللي احنا عارفينها. أنا أحب أخلق شعور طيب بيني وما بين نفسي عن الصلاة، إن ده أفضل وقت في اليوم، وإن ده الوقت اللي أنا بفصل فيه في اليوم 5 مرات، دي نعمة من عند ربنا بدل ما نغز حد هو عارف نفسه. وإني يعني أنا بعمل يعني تطهير في اللحظة، وبدمج جسمي مع أفكار، يعني بتشد الفيشة ال5 أو ال10 أو الربع ساعة بنشد فيهم الفيشة. يعني أنا بحاول أجمع الشعور عشان أترجمه كلام. يعني مع الوقت بتبقى محتاج تتدرب على إن ده وقتي الخاص مع ربنا، ده أحلى وقت، المفروض إنه يبقى أحلى وقت، سواء ما تربيتش أو ما تعودتش أو ما تحفزتش أو ما اعتدتش على الشعور ده، فدي مسؤوليتي اتجاه ذاتي في الجانب الديني أو الوعي الديني والروحي لذاتي اتجاه ربنا، واتجاه ديني كمان شخص مسؤول وناضج وبالغ وعاقل وهتسأل عليه، هيبقى حساب صعب جدا إن أنا أخلق ده وأتعود على ده وأتمرس على ده. ومفيش مانع إن احنا نحور على بعض، اللي هو عادي ممكن أول ركعة أو أول صلاة في اليوم، يا أنا حسيت براحة رهيبة بعد ما صليت الظهر، عادي عادي كده، مش بتحس إن أنت لسه جاي من عندي هذا إيه الكذب الحلو اللي فيك اللي بيؤدي بينا إلى حاجة كويسة، بدل ما تقعد تقول لها عينيكي وشعرك وإيديكي، حفز ذاتك، خد أنت الطاقة دي حولها لجوه، بدل الله على البشاميل بتاع ماما. طبعا الشخص الوحيد اللي بيقول كلام حلو طول الوقت حتى لو مش حلو، حتى لو البشاميل اوعي مش هنلاقي مكان نبات فيه، البشاميل اي حاجه تيجي من ماما حلو، حتى شبشب الحمام بتاع حلو، اي حاجه تهدفها علينا بالحب بناخدها بالحب، لان دي ماما. طبعا احنا بنتكلم عن ماما الجميله الحلوه الواعيه السليمه نفسيا الناضجه عقليا ما عندهاش اي مشاكل، ما بنتكلمش عن الامهات اللي بتوصل اولادها لمرحله مش هنتكلم عنها هنا برضه عشان ده مش موضوعنا، بس احنا بنتكلم عن الامهات المصريه الطبيعيه جدا اللي موجوده في كل العالم مش الوطن العربي بس، اللي وقت الغضب بنهب، كلنا بنهب، وانتي نفس واخدة الهبة وانا وارثة نفس الهبة، وكلنا عندنا نفس الهبة، لما بتلف خلاص يبقى منتكلمش بقى، عرفتي تاخدي ساتر خدي ساتر، عندك كود خاص بيك خشي اي بيت، التليفون بيرن جاتلك مهمة طارئة صاحبتك بتطلع وجاية تكلمك انتي تاخد منك استشارة، شوف هتطلع ولا مش هتطلع، الموضوع والله ماما في خراب بيوت لازم اقعد احل معاها دلوقتي اي حوار. فبنحتاج إن احنا نتعود ونستمر ونتقبل ونحفز نفسينا ونزق نفسنا زق
ولو عندنا صحبة صالحة تمام، مفيش الصحبة الصالحة أو الصحبة السيئة اللي موجودة نتكلم معاها إن احنا نساعد بعض على الخير. لو مفيش فيبقى من الأفضل إن احنا نشوف صحبة صالحة، هيبقى من الأفضل إن احنا نروح المسجد، هيبقى من الأفضل إن احنا يكون لينا مكافأة حاجة احنا بنحبها لما نواظب عن إن احنا نصلي المسجد، نصلي في المسجد ونروح ونواظب. اختار مكان انا شايف ان هو المسجد ده فعلا انا برتاح ليه، والامام الراجل المحترم والناس اللي بتصلي هناك كده في يعني فاهم الجو اللي انا محتاجه، فمثلا مش لاقي في الاسره او في الصحاب او في الاخوات او في الشغل، احاول ادور عليه في المسجد. يعني مش لازم يكون المسجد اللي جنب البيت لازق، يمكن مفيش فيه المواصفات ولا ممكن مستوى النظافه او الحاجه اللي تساعدك على ان انت تدخل قوي في الموضوع. ممكن يبقى بعيد عنك يعني ب2 بلوك كده مثلا، عمارتين كمان ولا حاجة، أو أنت على آخر الشارع. حلو حلو، يعني الرياضة وحسنات ويعني كل حاجة كويسة، عشان أنا مش مجمعة. طيب، في نقطة مهمة أخيرة هنختم بيها الجزئية دي عشان أوكي، عشان نلحق نخش على بعض. هي تحت عنوان الحفاظ على الأصل زائد الاستمرارية على الجديد. طبعا الاستمرارية على الجديد دي زي اللي احنا لسه حاكينه من ثانية إلا ربع. طيب الحفاظ على الأصل، لو أنا مثلا ما بصليش تمام، يعني ذكر أنثى مجموعة يعني بنتكلم بشكل عام، بس ما بكدبش تمام، ما تهاونش بقى في الحاجة الكويسة تحت مسمى ما أصل أنا ما بصليش فتخرب مالطة بقى. أيوة اللهم صل على النبي، ده شملناه من كل الجوانب. لا لا، يعني ده برضه تفكير مش حلو وشائع وبيزيد وبينتشر وبيتفحل. سواء أنا بقوله لنفسي وبفكر بطريقة سلبية دنيوية معفنة زفتة بتاخدني لتحت، ولا أنا أعرف المعفنة الزفتة اللي بتاخدني معاها لتحت. زي مثلا من أشهر الحاجات بين أي 2 صحاب بنات تحديدا، أنا معرفش حكاية الشباب بتبقى عاملة ازاي، كلها ضرب، بيهزروا بيضربوا بيزعقوا بيضربوا، في عندهم عنف جسدي بشكل رهيب. البنات بتبقى عنف لفظي نفسي كده، اللي هو يعني اسفين من تحت لتحت كده، انت فجأة بتلاقي فيه صاروخ فرقع جنبي بس مش عارفة ايه الحوار. الحرباية، الله ينور عليك يعني. مثلا تحصل عركة فيشدوا مع بعض، في ناس بتبقى الغاية النصيحة، وفي ناس بتبقى هي حرباية شبهها، فدول 2 حرابية ملناش دعوة. أنا بتكلم على نيتها صالحة، لكن ممكن تكون غبية شوية أو دبش في كلامها، متعرفش توصل بشكل كويس من غير ما فبتخبط في ايجو اللي قدامها، والتانية خايفة عليها فبتحاول ان هي تصحى من باب الصداقة والأخوة بس بشكل غير. فالجملة الشهيرة الحلوة الجميلة في مجتمعنا اللي ما يعلم به إلا ربنا، اللي ربنا يشفيه ويعافيه وياخد بإيده، انت آخر واحدة تتكلمي في الموضوع ده، انت أصلا منين بتعملي كذا وانت مفيش كذا، أو كنتي أصلا كذا ودلوقتي كذا، متعملوش علينا وانتي مش شيخة هي البنات فاهمة الجزئية يعني، أتمنى تكون في شباب شافت الحوار ده. فدي النقطة دي تحديدا، بغض النظر عن سبب العركة، بغض النظر انت كانت نيتك ايه، حاجات بينكم وبين بعض انتوا بس بقى مع بعضيكوا، والنية ربنا اللي مطلع عليها، انت هتتحاسبي. أنا الحمد لله شارية دماغي من الهري ده كله. تاني، لو انت ما بتصليش بس ما بتكدبيش، أو يعني مثلا ايه، بتلبسي واسع تمام بس بتحطي مكياج في وشك، اللي هو مكياج في وشك ولا مش مكياج، او بتحطي مكياج ما بتحطيش مكياج بس بتلبسي عادي مثلا بنطلونات وكده، بس هي يعني مثلا بلوزة طويلة وبتاع، يعني الحمد لله نزلنا تحت الوسط شوية، دي حاجة كويسة. ما تخلطيش بقى الدنيا ببعض، ده اللي انا اقصده، الحفاظ على اصل اللون. يعني ما بحطش مكياج مثلا، حاجة كويسة، بس والله لبسي مش تمام، فمروحش من بينا بقى لبسي مش تمام ولو مبحطش مكياج. فمثلا لحظات ضعف بتجيلنا كتير
كبنات شعورك دايما ان انت مش حلوة، دي حاجة عايزين نولع فيها كلنا. فبتبقى مدخل من مداخل الشيطان، موطن الضعف عند الإنسان الأنثى تحديدا. أنا مش حلوة فأنا عايزة أبين إن أنا حلوة. وبطبيعتنا حكاية الجمال في إن انت بتبقي فيه لفت الانتباه، فان انت عايزة تبيني وتثبتي وتأكدي ان انت حلوة، خاصة لو مش متجوزة. فبتعتقدي ان ده نوع من انواع السعي، ان انا بحاول اجذب الراجل المناسب. اقسم بالله بالطريقه تبقي في 60 داهيه. ده مبدئيا هيطلع عليكي سمعه زي الزفت، دي تاني حاجه. ثالثا اللي هو اللي بيجي من الموضوع ده بيجي من زاويه حته كده زباله جدا، انت لو تعرفيها مش هتخشي في الليفل ده. ده بس نصيحه على المشي كده، تمام. فبتعتقدي يعني ان انت كده، يعني كده المشاكل اللي جوه، أو بنتكلم مشاكل الثقة بالنفس أو قلة تقدير الذات. في شعور كده أنا بحس إن هو بيبقى مشترك عند جميع البنات وبرضه المدامات، يعني برضه حتى بعد ما بتتجوز بتبقى طول الوقت تحس إن هي حلوة في عين جوزها، أو تحس إن هي عشان اتجوزت بقى وراحت عليها، فتبقى في كل خروجة وكل زيارة على عائلية تلبس وتتشيك كأن النهاردة يوم خطوبتها، يعني فتحتها، كلمة كتابها، عارفة انتي إثبات من العميق، من سر بطني كده، من معانيه من جوه، اللي انا اقسم بالله حلوه منوره فل شمعه، بس مفيش في بالي اتنين. الراجل ده اصلا مش هينحسد، ده هيولع مكانه على جمالي واخلاقي وحسن معاملتي ليه وشطارتي في اداره البيت. المهم بقى تنافس المرأة بين المرأة اللي هي مش أختها خالص في الوقت ده، في حتة كده معينة. البنات والستات والمدامات وفي كل الحالات بيبقوا عارفين، بغض النظر عن المكان اللي احنا قاعدين فيه. يعني احيانا مثلا تبقى حاجة زي كده وتلاقيها في الجامعة، يعني ده مش وقت خالص، معرفش الناس ازاي بتجيب اصلا، مش عارفة اقول ايه، باور للكلام ده ومرارة ووعي وفوقان. يعني كان بالنسبة لي ده اللي هو ايه، ما شاء الله على الصبح وعاملة كل ده. ده انا شامة كل الكافيين اللي في الدنيا عشان اجي احضر المحاضرة اللي كانت الصبح بدري، يعني 8:30 أو 9. ممكن لو عندي حاجة على 10 11 كنت ممكن انزل متشيكة يعني، انما يعني بدري اوي، بدري صاحب الساعة كام عمال معدي في الليل اللي كان فيها غلط معرفش. المهم يعني خدي بالك عشان احنا بيبقى عندنا الحتة دي دفينة اوي، شكل أعماق كده في الذات كده من جوه خالص 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 خالص. لو انتي مش واعية بيها هتلاقيها بتتحكم فيكي بشكل لا واعي، ان هي مرتبطة اوي بالفطرة. زي ما احنا معروف اوي غيرة الست، اللي بتبقى واضحة. يعني زمان أيام ما كانت الدنيا لسه كويسة شوية، كانت دي حاجة بتتفاخر بيها النساء حبا في جوزاتها أو في جوزها، بلاش صيغة الجمع عشان مينفعش غلط. وكان الراجل بيبقى سعيد ولو بابتسامة كده صفرة خفيفة من أنا ومراتي بالجرعة شايفاني مز المزاميس. كانت بتعمل حاجات طيبة في النفسية. والله كانت في أسر بتكمل عشان خاطر الحوار الفاشل ده. مش عارف بصراحة ايه اللي حصل، مكدبش عليكم يعني الحقيقة، ولكن هو المجتمع خد واحدة بروتة كده بقى، اللي فوق تحت واللي تحت فوق، عارف فرق الكوتشينة، الدنيا خربت والله العظيم. نفسي افهم فيه ايه، نفسي حد يرد عليا افهم فيه. فالحاجات دي بتبقى يعني صغيرة، بندخلك في ليلة مش أي تلاتة لازمة، بندخلك بقى في الفخ اللي احنا كنا سايبينه من شوية. فإن انتي تحافظي على الأصل، إن شوفي ايه الحاجة اللي موجودة عندك، الأصل ده من زمان. أنا بتكلم على الأصول اللي هي الحاجات القيمة العريقة اللي فيكي، اللي اتربيتي عليها أو اكتسبتيها من حد ربنا يبارك له. حتى لو بابا وماما ما عملوش ده يا سيدي شكرا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ولو بابا وماما عملوا ده إن شاء الله تخش احنا التلاتة واحنا الأربعة الجنة، أيا كان عدد الأسر بكرم ربنا يعني، إن هم أحسنوا التربية. والله ألف شكرا. هم بحيي كل أسرة مصرية محترمة أصيلة عملت الموضوع ده أو لسه بتتكون جديد فهتعمل الموضوع ده أو بتعمل. ربنا يبارك لكم ويكتر من أمثالكم والله، عشان مفتقدينكم جدا في هذا التوقيت تحديدا. جميل يعني. فحافظي على ده ماشي. وانتي بتجتهدي في حاجة جديدة وصلت لها، استمري عليها. في الأول طبيعي جدا هتلاقي خنقة، هتلاقي معاناة، وانتي بتمسحي المكياج هتحسي انتي مش حلوة، فجأة هتلاقي الهالات بتاعت وشك بقت بارزة جدا. يمكن انتي الوحيدة اللي انتي شايفة، مفيش حالات أصلا تحت عينيكي محدش وجهلك أي كلام، بس انتي شايفاها هي في مسمار في دماغي كده مش عارفة أشيله. اوكي. لو
لو شلنا الرموش، لو مسحنا التوريد بتاع الشفايف، لو شلنا البتاع اللي بيحمر هنا، أنا مش بدعي حاجة والله، بس أنا بجد مش مجمعة الكلام أقسم بالله. طبيعة شفايفي مش حلوة، يعني بعد ما كانت العيون سحابة والرموش أخاذة والشفايف كرزاية، يعني هنيجي نمسح كل ده طبيعي، يبقى في فرق بين هذا وذاك. أو أنا متعودة كل يوم على مثلا ايلاينر أو كحل، هنيجي نمسح طبيعي. تقبلي ان انتي حطاها في ايد ربنا، حاجة حلوة جميلة هتنجزي عليها كتير قوي بجد. او نفس القصة لو انتي في مرحلة او بداية اللي انا اوسع اللبس، او اغير مثلا لفة الطرحة لو مش مناسبة، او والله كنت في جروب الدنيا خربانة مسعيد في يوم كده على رأي ماما خالي الطيب عندي، قررت ان انا اغير حياتي للافضل. حلوة يعني، دي حاجة حلوة، معرفش ليه احنا بنقوم نفط بسرعة في نفس ذات اللحظة، نعمل الأفكار المجنونة الشيطانية الخزعبلية اللي بتجيلنا، بس لما نيجي نقدم على فكرة فيها خير وثواب وهناخد عليها حسنات وربنا هيقبلنا بسببها إن شاء الله بكرة الصبح، ما بنعمل نقعد نفكر بس أنا لبسته دلوقتي وبعدين رجعت في كلامي، وأنا بتعمل مش بترجع في كلامك هي هي. بس هي الفكرة في إيه؟ إن برضه الناس مش عارف احنا اتشيطنا ولا إيه، الناس بتقفش في ده وتسيب الوحش عادي. يعني انت مثلا كنت بتشرب سجاير، ايه نطت شطت في الماء وبعدين رجعت بطلت او تبت واستغفرت ربنا، ايه اللي انا بعمله، بحرق صحتي وفلوسي وحاجاتي واحلامي وكده. زي الموضوع بمنتهى البرود، ايه ده انت مش كنت تبطلها؟ لا اله الا الله سبحان الله يا اخي، مسؤولية سخيفة جدا جدا جدا. معرفش بقولك برافو ولا مبروك ولا شاطر ولا اي زفت على انا اسف، اندمجت في الحديث، بعتذر لصديقي المستمع. تمام. طيب لو قررت ان انت تلتزم تصلي مثلا كل يوم 5 فروض في الجامع حتى الفجر، ودي من اعلى المراحل بقى. لو انت اصلا بتسهر وبتطبق فكده كده الموضوع بالنسبه لك بسيط. انا بتكلم عن الناس اللي بتصحى من النوم، الناس معديه صحابي جابوا ده من امتى ده، بسم الله، ايه الدنيا ايه. ولو سلام بقى لو متجوز، فيه جمله حقيره جدا بتاعت اللي هو الشبشب بيترفع، ولا ده كلام المدام، ولا هيتجوزنا وجبنا ورا اتجوزنا وخدنا. بمعنى ايه؟ عايزين الترجمة اللي بتيجي تحت دي، عايز حد يترجم، خاصة لو الحاجات اللي هي أفعال خير وكويسة. تمام، برافو والله، لو المدام عرفت تعمل ده برافو. الراجل ما كانش بيصلي حسيته على الصلاة، ألف شكر، ربنا يكتر من أمثالك يا رب ويزيد عددك في المجتمع وينشرك في الهوا كده، دي حاجة كويسة. كان بيشرب سجاير وبيبطل كتر خيرها، كان إيده ولمتت وظبطت الدنيا يا سيدي شكرا. ما كانش بيعمل خير بقى بيذبح وبيعمل خير، ألف شكر ليكوا، يعني ده كويس، ده كويس. ما كانتش لابسة كذا لبسته يعني ليه لما بتقلعوا بنعمل هوجة كبيرة جدا، بس لما بتلبسوا عادي يعني، هو فرض أصلا عليكي. أيوة عارفين، احنا عارفين طنط كانت تايهة مكانتش عارفة بس داخلة معانا جديد، برافو الحمد لله على السلامة. في حاجة اسمها ألف مبروك، وشك نور، ربنا يثبتك. ايه بنت ايه ده، ايه الحلاوه دي كنت مخبيها فين؟ ده كنت مغطت عشان نقنعها ندخلها هنا دي صح وبرافو 100 وهو ده المفروض يتعمل مش العكس. يعني لما تقلع وتفتح والحاجات تكتشف والدنيا تبقى في الزنطحي، ان الحلاوه دي كانت فين؟ مخبيينها، معروف الحلاوه بنبقى مخبيينها. ايه جديد يعني، ايه المنطق ده، ايه الفكر التحفه ده. بس دي كان كل ما كان في نفسي وفي صدري اللي كنت حابة أتكلم فيه عن المسؤولية الفكرية. استنى طيب لا معلش أنا طلعت كدابة، أو أنا غطيت كله، بس معلش نعمل تنويه أخير ونقفل نخش على اللي بعده، ولا نخلي اللي بعده في فيديو لوحده، محتاج حد يرد عليا دلوقتي. طيب احنا اتكلمنا عن النقطة بتاعت الصلاة، نفس الفكرة في الأذكار والأوراد، نفس الفكرة لو أنا مش عارف حاجة عن ديني، أو عارف حاجات بسيطة عن ديني، أو عارف حاجات متوسطة بس عايزين نزود الليفل. بتقرا الكتب، بتتفرج على الناس المحترمة اللي ربنا يعني يبارك فيهم ويزيد عددهم اللي بيلخصوا لك الكتب.
أو بيقولولك ملخص الكتب، أو بيقولولك اللي انت لو قريت كذا في الكتاب الفلاني على فكرة حلك يعني. أو النبي كان قايل لنا اللي احنا لما بيبقى عندنا الحالة دي بنعمل 1 2 3 ونصلي ركعتين مثلا قضاء حاجة وندعي بهذا الدعاء. كل دي حاجات حلوة جدا يعني، حتى لو بدأت بإن هي كمتابعة فيديو كانت أول سلمة في الوعي، وبعدين إن احنا نبتدي نخش بقى في الكتب ونتعمق وتمسك القرآن وتقرا وتفهم، وإن في آية تقف معاك سواء في نطقها أو في تفسيرها تدور. كل ده برافو صح 100 فل 14. كل ده خطوات أساسية بديهية جدا في تحمل المسؤولية الدينية، ولكن لو احنا ما تعلمناش وتربينا واتدربنا عليها فجاء الوقت أيا كان الوقت اللي انتوا شفتوا فيه الفيديو أو السلسلة دي إن احنا نعمل ده دلوقتي حالا. اقفل وقوم طبق ده، أو اقفل الفيديو دلوقتي وقوم طبق ده، مش مشكلة نكمله وقت تاني. فاحنا اتكلمنا من ضمن النقط اللي انا كنت كاتباها عشان اتكلم عنها في المسؤولية الدينية هي موضوع الهدوم وموضوع الاخلاق. ان هو مش نوع، هو ما يندرج تحت المسؤولية الدينية، ان احنا اوقات كتير قوي ما بندوش اي اهمية في اي وعي خالص. في اللبس احنا ممكن نقول عدينا على الموضوع. بالنسبة للبنات الموضوع شائع وكله اتكلم فيه، حتى الشاب اللي بيلبس شورت فوق الركبة وبيعمل البتاع اللي هي كده دي، مش عارفة هي اسمها قصة الشعر بس اوكي يعني. فكله بيتكلم على موضوع ان هو البسي حجاب عياط يكون واسع فضفاض، بلاش الحاجات اللي بنقرشها الكتير عينينا وجعتنا، بلاش الفسفوري عمتيني وانا نازل، بلاش البنطلون اللي مش عارفه عامل ازاي، والتوب اللي بيتلبس فوق البلوزه، وحاجات كتير قوي تقريبا فيديوهات كتير ناس اتكلمت فيها. معرفش اتكعبلتي في واحد فيهم ولا لأ، بس أنا بشوف الفيديوهات دي في كل حتة على جميع المنصات يعني. واحنا ما بنقولش ان ده غلط وده الصح، المفروض ان احنا ناخد بالنا من الحاجات دي، لان صحيح فعلا اوقات الموضة بتصدر لنا حاجات هي مش ماشية معانا خالص، وبنلبسها عشان هرجع تاني لنفس النقطة اللي قلتلك عليها، عايزة ابان ان انا شكلي حلو لنفسي، وابين للي قدامي ان انا شكلي حلو وان انا مش مرتبطة، عشان مفكرة ان دي طريقة حاجز بيها الراجل المناسب. ومبيجيش بالشكل، والشكل مهم واساسي، واللي بيقولك مش كل حاجة الشكل، هو بيلعب هاجي كوتشينة ما تصدقوش. ولكن أنهي نوع من أنواع الشكل وأنهي طريقة من طرق إظهار الشكل وأنهي نوع من أنواع الجمال، يعني دي أذواق بتختلف من شخص لآخر، وأنهي طريقة بيتم بيها إظهار الجمال. نقعد القعدة دي مع بعضينا تقدري تطبقي نفس التمرين اللي احنا عملناه في الصلاة أو أي حاجة بتقف معاكوا في نفس الموضوع. دايرة هنكتب فيها مثلا اللبس أو الجمال أو الجاذبية أو المكياج، ونشوف انتي ايه النقطة عندك فيه، وشدي سهم ايه المشكلة معاها، واكتبي كل الحاجات اللي انتي بتسمعيها من المجتمع. تمام، ايه مشكلة المجتمع معاها، والسؤال اللي بعده السهم التاني ايه مشكلتي أنا معاها. تمام، لو مفيش انتي مشكلة معاها هنبقى محتاجين ان احنا نخش في الليفل اللي بعده السهم التالت أو السؤال التالت، ايه أسباب حبي ليها. يعني خلينا صراحة الكلام للبنات في الجزئية دي أكتر، يعني أوقات في كتير حاجات احنا يعني بنحبها. أنا مثلا في حاجات تقريبا من سنة ونص مكنتش أعرف إن هي حرام، أنا كدينية مكنتش أعرف إن هي حرام، وما سمعتش قبل كده حد قال إن هي حرام، هنتكلم عن الفيديوهات اللي بتظهر يعني كمان ما ساعدش، هي ما جاتش في بالي فما فكرتش فيها قبل كده فما عملتهاش يعني. كنت قاعدة على الفيسبوك عادي وشفت فيديو لحد كان نفس النقطة اللي أنا بكلمك فيها دلوقتي، هي راجل متشدد ومحبكة أوي ويا سلام، يعني هو ده اللي نشر الفسق والفجور في البلد، من غير ده حياتنا هتتصلح أحاول بسبب دي يعني، عادي جدا، هو نفس اللي بحكي لك يعني فكرة ايه. أولا بفترض إن احنا صحاب ده مبدئيا،
دي نيتي اللي أنا بتكلم معاكم بيها دايما، وأي حاجة بقدمها لكم بتبقى على المستوى ده، احنا صحاب اوكي. فلو مش معتبريني صحاب اتس اوكي، ممكن تعتبريني البنت اللي كانت بتنصح صاحبتها من شوية بطريقة دبش فقامت معايا ريحة. عادي، أنا بيحصل ده معايا من وأنا في ابتدائي، لا وأنا في إعدادي سوري، كنت دايما يعني بحاول أعمل فيها مصلح اجتماعي، فبكتشف إن أنا في آخر الأمر مشتومة يعني، بفهم مش عارفة يعني غلطت في إيه. والضحك اللي أنا بروح أرجع أحكي لماما عادي يعني بمنتهى البراءة، بس وأنا منهارة من العياط إن ليه أنا كان قصدي أقول لها إن هي كنت خربانة بجد. وما زال في عندي نفس الحتة الخربانة، هي بيقولوا عليها براءة بس هي دلوقتي اسمها خربانة، اللي تعملها في دماغك انتي تفكري تنصحي حد اصلا. مش نصح ان انا جاي بنصر عليكي او عليكي او عليكي، يعني الفكرة ان انا ايه، ليه ما يكونش من باب ان انا حابب لك الخير، ان احنا نكون الصحبة الطيبة اللي احنا بنتكلم فيها، هات ايدي في ايدك ونشد بعضينا من اي ضلمة احنا فيها. فاحنا جوانا الغريزة دي، علشان كده يعني ده جزء او سبب من ضمن الاسباب اللي احنا اتأمرنا بيه بسترة في حاجات كتير وبأشكال أكتر عن الراجل. يعني هو انتي حلوة واتخنقتي حلوة بغض النظر عن ان انتي مش شايفة ان انتي حلوة، ده موضوع هنتكلم فيه بعدين، منبقاش بينا وبين بعدين نرغي في الموضوع ده. عشان انتي ملفتة للنظر، فربنا خلق النقطة دي في الراجل، فبالتالي هو بيحب يبص، فعارف ان دي فتنة بالنسبة له موطن ضعف، فأمره بان هو يغض بصره. وفي نفس ذات الوقت انتي كمان برضه بتبصي وبتتفتني، بس مش بنفس القدر والليفل والطريقة بتاعة الراجل. بس برضه متقدريش تقعدي تبصي على العضلات واللبس وتناسق البنات، وفي اللي بتحب المشعر فشايفة ان هو واو، وفي اللي بتحب الأملس فشايفة ان هو واو. مكدبش فعلا هي كل فولو ليها كيال، في دول وفي دول مش عند دول بس. فما تقعديش تفنطي يعني انتي كأنثى بيبقى عندك اسكان كده في العين زي الراجل، كان هو نظري، وان انتي بتيجي بالكلام كودانك يعني، كان اللي هو الكلام الدارج، بس فكك من الحوار ده، انا بتكلم على نقطة معينة، ان انتي يبقى عندك اسكان كده في عينك وفي مستشعرات الجسم، مش عارفة يعني زي كل الاستشعار كده اللي عند النمل. ويعني في روحك وفي قلبك لو انتي بينك وبين ربنا علاقة طيبة، بيبقى عندك كذا ليفل انتي تقدري تعملي مسح كده للراجل لما تشوفيه. ده لو كل حاجة عندك متظبطة، يعني كل حاجة عندك مش متظبطة ارمي اللي انا قلته ده في الزبالة، لكن قلت اي حاجة الجزء دي تحديدا يعني، ان الراجل ده فيه واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة دول انا بحبهم، المواصفات دي انا كنت بدور عليها، شكلية، اخلاقية، دينية، جسدية، مادية، كل الجوانب، سواء قال الحقيقة او مقالهاش. شفتي القدرات؟ ده بيرجع لإيه لما احنا شغالين على حالنا، بننضف ده وبنحميه، بننضف قلبنا وبنحميه، بننضف جسمنا وبنحميه من برضه النظرات، يعني دي حاجة بتأثر على الجسم جدا، بتأثر برضه على مودك وطاقتك، ان انت مش حاسة طول الوقت ان انت عايزة تنامي، مصدعة، بتتوبي، بتعملي، ما كل ده بيأثر عليكي يعني بياخد منك. فانت ليه كده، ان هو الراجل كالنظرة دي عنده بتبقى بيولوجية، كان هو بيشوف ان انت بالنسبة للنظرات دي عندك ايه ازاي، فانا هتبسط في العلاقة الجنسية مع مراتي ولا لأ، وان انت لما تخلفي العيال هيجوا حلوين واخدين منك الجينات، وهتقدري ان انت تقومي اصلا من الدور ده ولا لأ، وهكذا. زي ما في بنات مثلا بتشوف ان هو مش كالخصوبة عند الراجل، الفحولة يعني أو الذكورة بتاعته لو هي لسه على الفطرة فهي ناعمة، فبتدور على حاجة الخشنة، ده الطبيعي، التجاذب الطبيعي. فمثلا يعني بتبص هي على حاجات معينة بالنسبة لها بتحاكي الليفل ده عندها هي تحديدا، مش عند كل النساء، عندها هي تحديدا، لأن والله المستوى ده عند فيه هو كذا 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 كذا، الشكل كذا ولون الشعر كذا وملمسه كذا، لون بشرته، الشكل العام لرسمة الجسم عنده، أو بمشيته بهدومه
في ناس بيبقى جاي معاها القميص لحد هنا، وفي ناس ان هو لأ اللي قافل، وفي اللي لابس كلاسيك، وفي اللي لابس بتفرق يعني. احنا الشباب اللي معانا في القعدة واحنا كبنات بنخش في كمية تفاصيل انت لا تتخيلها. الموضوع متشعب عندنا يعني. فكل دي حاجات بالنسبة لها بتفرق معايا. فكل ده بالنسبة لك برضو للطرف الآخر بيوقعك في حاجات ملهاش لازمة. تمام. فده بنتكلم في موضوع اللبس. اتكلمنا عن البنات واضح، وفي حاجات كتير قوي عدت. وزي ما انا قلتلك التمرين الدايرة اللي هتكتبي فيها الحاجة اللي انت عايزة تحليها، مشكلتها مع المجتمع أو نظرة المجتمع ليها، معتقد أو أفكار المجتمع أو كلام المجتمع عنها، وانتي بالمثل أفكارك ومعتقداتك ونظرتك ليها، ده في حالة ان انتي كارهاها أو عندك عليها أي تعليقات. لو مفيش خشي على السؤال التالت اللي هو أنا أصلا بحبها ليه. أنا شايفة إن هي بتكملني أو بتجملني، بتشبع شعور ما جوايا، أو في فراغ ما معين بحس إن هو بيتم ملئه لما بعمل الشيء ده، أو بحط الرسمة دي، أو بلبس اللي مش عارفة أيا كان. رابع حاجة اللي هو أنا إيه اللي بيعود عليا نفع أو ضرر من هذا الشيء، كلبس أو كمكياج أو طريقة مشي أو طريقة كلام أو طريقة تفكير، أيا كان ما انت مشكلتك فيه. بس أنا هنا في البند بتاع اللبس. اوكي، خلصنا هذه النقطة. تمام. أنا عايزة أبدل. لما أتكلم على يعني البنت أو المدام اللي عندها نية إن أنا عايزة أبدل، أغير ده ولو بخطوة بسيطة. احنا لو لسه في الليفل مثلا بتاع البنطلون، فأنا هلبس بنطلون واسع، والبلوزة بدل ما هي هتنزل تغطي هذه المنطقة. تمام. في ناس بيبقى عندها قدرة إن هي تعمل الموضوع مرة واحدة، فعشان ما نرتدش ونرجع للانتكاسة اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الأول، خدي الموضوع تدريجي. نرجع تاني لنفس النقطة، الحفاظ على الأصل والاستمرارية على الجديد. لو أنا الأصل عندي إن أنا بلبس بنطلون، تمام، بس البنطلون ضيق، الخامة مش نافعة، اللون مش مناسب، ده الأصل عندي. ماشي. أو لو الجيبة بس مثلا هي صك، فده الأصل عندي، هنا موجود كويس يعني كويس. يعني فاهمة إن هي والله فاهمة الناس التانية اللي بتشتم تسمعكوا في وداني، أنا فاهمة. بس في ناس تانية ما عندهاش ده. يعني هنبدأ من مرحلة البنطلون ولا نبدأ من مرحلة الشورت؟ أكيد نبدأ من مرحلة البنطلون. يعني الحمد لله إن احنا في بنطلون، ده كويس. وسعني ولبسنا ألوان مثلا جينز جامدة شوية، أو قماش أو جبردين، أنا مش فاكرة الأسماء بالظبط، حاجة يعني تبقى تقيلة مش نايمة على الجسم، ما بتشفش، مش ملعلطة كده في نفسها من الآخر يعني، بس مش لاقية لفظ يناسب دي. والبلوزة أو التيشيرت أو الكارديان أيا كان الهباب اللي بنحطه عليه ونغطيه، انتي فاهمة أنا عندي حاجة. تمام. كخطوة أولى البسي عليها شهر 2 وملكيش دعوة بتعليقات الناس اللي حواليكي، لأن انتي كده كده هالكة لوحدك، ده مبدئيا. أنا حلو وحش ماليش دعوة. تمام. الستيب اللي بعده نخش على الجيب. الستيب اللي بعده الفستان. أنا كنت يعني من أعداء الفساتين والجيبات بشكل لا تتخيلي. ربنا كرمني بعد عناء ممكن نقول ايه، يعني 3 سنين. يعني كان الموضوع عندي اختلف كده من بعد الكلية، بعدها بسنتين كده أو 3 سنين، لحد ما قدرت إن أنا أوصل لليفل أكون أنا راضية عنه، وما زلت بسعى والله، لأن في ليفل تاني أنا عايزة أوصل، ربنا يكرمني. فأنا بكلمك بشكل يعني أمين جدا عن المرحلة أنا وصلت لها يعني، وكنت فيها ومريت بنفس كل المشاعر. فأنا بكلمك مش كحد مختص، أنا بكلمك كأنه شعورك كبنت لو أنا مريت وحسيت بيه وعارفة ايه المواطن اللي بتكون عندي. بس احنا طبعا بنختم، كنا آخر حاجة حابين إن احنا نتكلم عنها بعد ده، إن انتي تشوفي ايه الحل ده وتحفزي نفسك عليه.
نفس القصة ليه بالنسبة للراجل اللي بيلبس الشورت يعني ياريت برضه نظبط القصة. وآخر حاجة وأهم حاجة هي الأخلاق، اللي احنا لازم نكون على أخلاق بتتسم وبتحاكي الدين الإسلامي.